السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو عن اعادة التدوير في الشنطة اللي هي الخيش دي. دي شنطة بتاعة رز بسمتي. هي جاية متقفلة جاهز بالمنظر ده، وليها سوستة. بس السوستة يعني مقطوعة من الاخر، من النهاية كده مقطوعة. تمام. وليها ايد، بس يعني الايد قصيرة. يعني لو انا مثلا حابه البسها على كتفي مش هعرف، دي كده تتمسك كده بالايد وخلاص. فاحنا هنعمل لها اعاده تدوير. طبعا الواحد لو هيخرج بيها مش هينفع يخرج بالاعلان بتاع الرز ده، هو برضو وش وظهر نفس القصه. فاحنا باي قماش قديم عندنا هنداري الكلام ده، وممكن نشيل السوسته خالص ديت على اللي هي المقطوعه دي. لو عندنا سوسته نركب لها سوسته سليمه، او نستغنى عن السوسته خالص. وممكن نطول لها الايد لو احنا حابين نطول الايد. تمام. هنا هم عاملين خياطه كده على الجنب، المنظر ده كده، يعني مديه منظر زي الكلف او حاجه. يعني ممكن نحتفظ بيها، وممكن لو حابين نغير الشكل ده نحط اي كلف لو متاح عندنا. في كذا لون، هنختار بقى اللون اللي يعجبنا. تمام. وممكن برضو نسيبها بالشكل ده، يعني هي مش سيئه، يعني هي طريقه خياطه عامله شكل كده. طبعا اعاده التدوير دي كل واحد وذوقه والامكانيات المتاحه اللي عنده. احنا هنا برضو عندنا الورقه ديت متخيطه في الشنطه، هنبتدي نشيلها بالمقص. خلاص احنا كده هنعوز، قلنا الكلف. تمام. وهنعوز قماش عشان نخيطه على الكلام بتاع الرز البسمتي ده. اي قماش عندك قديمه ما بتستعمليهاش. ده كان تيشيرت قديم عندي صغر عليا. هو في الوش في الصورة دي معمولة بقماش، يعني حاجة شبه الخيش بس مش خيش، بس بالطريقة بتاعة الخيش. واللون بتاعه يعني مدي قريب للخيش شوية، الألوان اللي هي البيجات. فأنا هقص الصورة دي وهاخد معاها شوية من الأسود عشان أداري الكلام، لأن الكلام حجمه كبير، يعني تقريبا واخد الشنطة كلها. يعني يا دوبك هغطي الكلام واسيب الجزء اللي هو الخيش بس هو اللي باين. طبعا هنحط القماشة دي على القماشة دي وناخد المقاسات، او بالمزورة. لو انا عايزة الاطار الاحمر ده هاخد المقاسات من بعديه. لو انا مش عايزاه هاخد المقاسات من قبله، يعني هاخد مقاسات من هنا. لو عايزة احتفظ بالاطار الاحمر ده هاخد من بعده كده. تمام. فاحنا ممكن نخلي الاطار الاحمر برضو شكله كويس مش وحش. فهبتدي اخد المقاسات من جوه. العرض 19 والطول 24 او بالظبط 23.5. وهبتدي اسجل المقاسات اللي انا اخدتها في ورقة عشان اعمل القص بتاعي على قد المقاسات بتاعتي اللي انا اخدتها. خلاص، يبقى في نوتة جنبنا وقلم هنكتب العرض 19 سنتي، والطول 23.5 سنتي. انا بقى باجي بجيب القماشة بتاعتي اللي انا هقص منها، ويبقى معايا الصابونة دي او اي قلم اعلم بيه لو مش متاح الصابونة او الماركر بتاع الخياطة. بفرد القماش بتاعي كويس، وبرضو بالمزورة باجي اقيس 19 عرض في 23.5 طول. طبعا بزود سنتي للخياطة، يعني انا لما باجي اقص ما بقصش 19 بالظبط، بزود سنتي يمين وسنتي شمال. فهتبقى 21. ادي كده هنا سنتي زيادة، وهنا سنتي زيادة، فهيبقى 21 عرض. وال23.5 دي هتبقى 25.5.
كده احنا علمنا العلامات وخدنا المقاسات بتاعتنا. بعد كده بنبتدي نقص وش مع ظهر، لان احنا هنداري وش الشنطة وظهرها. تمام، هبتدي انا بقى اقص القماش وارجع لكم تاني. دلوقتي خلاص بعد ما قصيت القماشة وش وظهر، هبتدي بعد كده اجيب الشنطة الخيش واثبت عليها القماشة السوداء بمكنة الخياطة، ولو مش متوفر مكنة خياطة ممكن تعمليها يدوي عادي. تمام. اول حاجة بتني القماشة السوداء عشان الخياطة بتاعتنا تطلع نظيفة، وناخد بالنا واحنا بنخيط ان احنا ما نخيطش الشنطة على بعضها وش وظهر عشان ما تقفلش. طبعا بنحتاج دبابيس جنبينا عشان لما بنتني القماشة بنبتدي نثبتها على الشنطة الخيش عشان ما تتحركش مننا واحنا بنخيط. وهنثبت الجوانب كلها بالدبابيس، ونحاول نحط الدبابيس بالعرض مش بالطول عشان لما نيجي نخيط ما تكسرش الإبرة بتاعة المكنة. هدبسها كلها وارجع لكم تاني. خلاص انا بعد ما دبست الشنطة كلها بالدبابيس، انا جيت هنا فكيت الجناب بتاعة الشنطة عشان تسهل عليا في الخياطة، لان المكان كان هيبقى ضيق لما احاول اخيط من الفتحة بتاعة السوستة. فانا فكيت الجنب اليمين والشمال كله، بحيث انا لما اجي اخيط القماشة السوداء في القماشة بتاعة الخيش والشنطة تبقى الدنيا واسعة معايا واعرف اخيط بسهولة. هخيط انا الوش وبنفس الطريقة هركب الظهر وخيطه، والجزء ده انا بعد كده هقفله بعد ما بخلص خالص، وممكن ابقى اركب له كلف عشان الصبغة اللي على القماش. وبعد كده ببتدي على الدواسة وبالراحة على الغرزة بتاعة السراجة ببتدي اخيط. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين برجع بالزرار اللي هو بتاع الرجوع ده عشان اثبت الغرزة. لازم في اول الغرزة وفي نهايتها بثبت رايح جاي. طبعا هنا بخلي بالي اي دبوس انا حطاه لو مش محطوط بالعرض بشيله، لان لو محطوط بالطول ممكن يكسر الابرة بتاعة الخياطة، لكن لو عدى عليها بالعرض مش مشكلة. بعد كده بشيل القماشة بتاعتي او الشنطة بتاعتي وبقص الخيط. ممكن اكمل عادي، بس انا عشان يعني هنا ما تنتش ف هتني وبعدين اخيطها تاني. في هنا جزء كمان عايزه اقول لكم عليه. طبعا اي خيوط في الخياطه بنقصها، اي فتل زياده بنقصها اول باول عشان ما ننساش.
هنا في الجزء ده. تمام. هي القماشة هنا كده يعني مش هتكفي لاخر الشنطة انها تداري العلامات الحمراء دي، فهبتدي اكمل بجزء تاني من القماش عشان اداري الكلام دوت. فهجيب القطعة دي. تمام. هي طبقتين على بعض، فهبتدي احطها كده واثبتها بحيث يبقى داريت الكلام كله اللي مطبوع على الشنطة. كده احنا خلاص ركبنا الثلاث زوايا، فاضل الزاوية الاخرانية دي. هنحط لها الجزء اللي انا وريته لكم. قصيته على المقاس بتاعها بحيث اداري الجزء ده كده، فهحطها في المكان ده كده، وهتني حتة من اليمين سنتي وسنتي من الشمال، وهثبتها مع بقية القماشة السودا ديت عشان اكمل ان انا اداري الطباعة اللي على الشنطة. خلاص كده احنا ثبتنا الجزء بتاع القماشة دي على الجزء التاني، وكده احنا كده نبقى ثبتنا الاربع اجزاء كلهم بالجزء ده، وكده خلصنا الوش. هنبتدي بقى نعمل الظهر بنفس الطريقة. هنثبت القماش كله على الطباعة اللي ورا ديت، وهنخيطه بنفس الطريقة اللي عملنا بيها الوش. ادي حتة القماش اهي. نبتدي بقى نداري بقى كل الطباعة دي، بس هنتني طبعا السنتي اللي بنتنيه من كل جنب عشان الخياطة بتاعتنا تطلع نظيفة. تمام. وهننزلها كده عشان نداري الطباعة اللي بالاحمر ديت، وهنثبت بنفس الطريقة اللي قلتلكوا. هنحط الدبابيس عشان القماش ما يتحركش مننا، وعلى المكنة ونثبت من الاربع زوايا بنفس طريقة الوش. هبتدي انا بقى اعملها معاكم وارجع لكم تاني ونشوف الشكل النهائي بتاع الشنطة. انا هنا كده خلاص خلصت الوش الظهر اهو، خيطته كله. تمام. والوش هاجي هنا بس عشان في فرق في الخياطة ما بين القماشة دي والقماشة دي. الفرق ده هداريه بالكلفة لونها بيج عشان يمشي مع اللون الخيش اللي في الشنطة. فهبتدي احط الكلفة كده واركبها بالمكنة. اشوف بس عدلتها، هي عدلتها هتبقى كده، وهخيطها عشان اداري الفرق بين القماشتين. انا هنا بعد ما خيطت الكلفة بالشكل ده وثبتها، شلت السوستة البايظة من الشنطة، وشلت الايد القصيرة ديت. جبت الأداة ديت بتتجاب من عند أي محل بتاع كلف والخيوط، مستلزمات الخياطة والكلف. ببتدي بقص بيها الفتل الزيادة. يعني مثلا باجي عند الخيط وابتدي أدخل السن بتاعها ما بين الخيط، وبتقطع لي الخيط بالشكل ده كده. تمام. فببتدي افك الخياطة كلها عشان اطلع السوستة والايد. ولو مش متوفرة اي مقص يكون سن رفيع هيأدي نفس الغرض. تمام. هاجي هنا واقفل التانية ديت بالخياطة. لو عندي سوستة اركبها، ما عنديش هسيبها بالشكل ده كده. بس اقفل التانية ديت، وهبتدي اجيب اي ايد من عندي
واطول الايد لان الايد كانت قصيره جدا. فمش هينفع تتلبس مثلا لو عايزه البسها على كتفي، فمش هينفع تتحط على الكتف، كانت هتبقى متشاله كده بالايد كده من المقبض بتاعتها او الايد بتاعتها وخلاص. فانا شلت الايد. تمام. وهاجي هنا زي ما قلنا هنقفل الجنبين اللي احنا كنا فتحناهم، وهنحط كلفة عشان نداري الصبغة الحمراء ديت. نفس الكلفة اللي حطيناها هنحط نفس اللون، وهثبتها واقفلها وارجع لكم تاني. تمام. بعد ما قفلنا التانية بتاعة الشنطة ثبتنا الكلفة على الجنب، وهنبتدي نقفل من الجنب. بسم الله. انا طبعا يعني قفلت من الجزء ده كده، والجزء اللي فوق ده سبته عشان هو التانيتين بتاعة الخيش مخليين القماش تخين، ف يعني اخف ان ايه تبقى تخينة على الابرة بتاعة المكنة. فهعمل الجزء ده كده يدوي. ماشي. وهاجي الجنب التاني واركب الكلفة زي الجنب ده. خلاص كده قفلنا الشنطة من الجنبين وحطينا لها الكلف. فاضل بقى الايد. انا كانت الايد ديت عندي في شنطة قديمة، فروحت قصيتها ولقيت لونها اسود يمشي مع لون القماشة اللي احنا ركبناها، وثبتها بدبوس من الجنب ده ومن الجنب التاني، وهثبتها بالمكنة ونشوف كده الشكل النهائي معانا. هخيطها وارجع لكم تاني. وبكده بعد ما ركبنا الايد بتاعت الشنطة، الشنطة كده معانا خلصت، وده الشكل النهائي ليها. ادي الشكل النهائي اهو. تمام. وادي الايد بتاعتها ثبتناها من الجنب اليمين ومن الجنب الشمال. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والشنطة بعد ما عملنا لها اعادة التدوير شكلها عجبكم. ادي الوش وادي الظهر. تمام. ودارينا كل الطباعة اللي على الشنطة الخيش بالقماش الاسود. تمام. وركبنا الكلف عشان نداري مكان الخيط الاحمر. تمام. وركبنا لها الايد، ممكن تتلبس على الكتف، الايد طويلة، وممكن تتلبس كمان كروس. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.